بسم الله. شيزوفرينيا أو الفصام أو الذهان أو الفصام الذهاني أو سكيزوفرينيا هو المرض الأخطر والأقوى والأشرس على الإطلاق من الاضطرابات العقلية. المرض ده لحد النهاردة ناس كتير في المجتمعات المختلفة بيفتكروا إن الأعراض بتاعته عبارة عن مس أو لبس جن أو شيطان أو إلى آخره من الأفكار الثقافية القديمة، وبتبقى النتيجة تأخر في علاج المرضى. وأثبت العلم أن كلما ابتدينا نشتبك بالعلاجات بدري في المرض ده كلما نسب التشافي بتبقى أعلى. حابب أقول لحضراتكم على أشهر الأعراض والأعمار اللي بيجي فيها السن ده، اللي هي تقريبا في سن الثانوي أو الجامعة. وأشهر أعراضه وهو مرض اضطراب عقلي، يعني اضطراب في التفكير يعني المحتوى في أفكار خاطئة بيتبناها الإنسان أو بتفرض نفسها على الإنسان على المريض، فبيصدق الفكرة الغلط ويبتدي يتصرف على أساسها. أشهر الأفكار على الإطلاق هو إن في حد بيراقبني أو في حد عايز يأذيني. دول أشهر فكرتين غلط بيجوا لمريض الفصام أو الذهان. كمان ساعات يبتدي الكلام يتفك من بعضه، فنلاقي ناس بتقول كلام مش مفهوم. كمان من الأفكار الخاطئة مجموعة أعراض ليها علاقة بسرقة الأفكار. يقولك في حد بياخد الأفكار من دماغي، أو زرع الأفكار، أو يقولك أنا بيتكلموا عليا في التلفزيون أو بيحكوا قصة حياتي، الناس كلها مطلعة على مجريات اللي في دماغي. عكس الشكل ده من المرض، لأن الشكل ده يعتبر بوزيتيف، يعني في حاجات انفعالية، حتى بيؤدي عند بعض المرضى لتكسير وضرب وكذا نتيجة للأفكار اللي موجودة. في شكل تاني معاكس اسمها نيجاتيف سيمتومز، واحد بياخد جنب وينفصل عن الحياة. نفتكرها ساعات الأول اكتئاب وتطلع هي اضطراب في أفكاره. من الأفكار الشهيرة كمان في مرض الفصام إن حد يفتكر نفسه مهم قوي قوي، حاجة ليها علاقة كده بالعظمة، جنون العظمة والإحساس بالعظمة. مشهور قوي يقولوا أنا المهدي المنتظر أو أنا من المبشرين بالجنة. طيب ده اضطراب في التفكير. الشكل المضاف إليه من الأعراض اضطراب في استقبال الحياة. استقبال زي ما احنا عارفين الفايف سنسز اللي هم الشم والتذوق والسمع والشوف والإحساس. من أشهر الأعراض هي الهلاوس السمعية. في حد بيكلمني، في دوشة أنا سامعها، حد بينده عليا وببص ملاقيش حد. ولما تكتر وتكبر الأعراض دي بتلاقي بقى إنه في حد بيشتمني لأني مهم فمش عايز لي الخير. يبقى في هلاوس سمعية مربوطة بالفكرة الخاطئة اللي موجودة عند المريض. كذلك الهلاوس البصرية، يشوف خيالات بقى. والناس اللي بتجيلهم مثلا الأعراض بتاعت أنا مهم وربنا يعني ما جابني الأرض علشان أهدي الناس إلى آخره، يبتدي يشوف، يقولك بشوف في السماء اسمي مكتوب، بشوف ملايكة بيجولي، يشوف حاجات مش موجودة. المرض ده زي ما قلت لحضراتكم مشكلته في المجتمعات إنه المريض بيصبح عبء شديد قوي على الأهل ولا سيما على المجتمع. ولذلك علاجه لابد، لما الناس بتستنى وبيكون المرض فيه من البوزيتيف سيمتومز اللي هي اللي فيها انفعال وعصبية وكذا، ممكن يتعدى على أهله، واحد يتعدى على أمه، واحد كذا أو كذا، يجي له فكرة إنه أخته بتعمل حاجة مش كويسة فيروح يموتها. حاجات كتير من النوع ده. بيحصل سيطرة جزئية على الأمراض الذهانية. العلاجات هامة جدا جدا في هذا المرض. ما يعني ربنا يجيب الشفاء ان شاء الله بالادويه. ساعات ناس تقول لك لا ده اتحسن، ده احنا رقيناه وبقى احسن. ساعات في اول المرض الاعراض ساعات نقول احنا بتقب وتختص، تزيد شويه وتختفي شويه لحد ما تيجي وتتمكن وتبتدي تبقى شرسه. وبعض الاحيان بيتنقل الفكره الخاطئه من فكره لفكره مختلفه عنها، او انها بتفضل ثابته. ليه اشكال كتير قوي قوي لابد فيه من التدخل الدوائي، سواء بالادويه أو جلسات التنظيمية لإيقاع المخ. وناس بيتصوروا أنه لو قعدنا نتكلم شوية مع المريض هنقنعه. مفيش قناعة، لأن هو أصل العرض بتاع المرض ده فكرة خاطئة راسخة لا تتحرك. فلو حضرتك بتناقش المريض في الفكرة اللي عنده الغلط بيعتبرك من أعدائه. وأصل الأمر زي ما قلنا الشعور بالمؤامرة وإن الدولة بتجري وراه لأنه مهم جدا أو لأنه هيخترع حاجة وعايزين يموتوه. ربنا يكفينا الشر ويسترها علينا. ورجاء من أهل المرضى دول ما يتهاونوش ويأجلوا في علاج ولادهم، لأنه دول من شكل المرضى اللي
في معظم الحالات، ما كانش كلها، بيجوا لنا مع اهلهم، ما بيجوش لوحدهم، لان المرض بيفقد الانسان الاستبصار، البصيره، ويفقده القدره على الحكم على الامور. المرض ده اللي هو الذهان او الشيزوفرينيا لما بيجي لحد بياكل جزء من قدراته العقليه، يضيع جزء من قدرته على التركيز، ذكائه يقل شويه على حساب انتباهه للمرض، ويعيش في المرض اكنه عايش حياه موازيه مش جوه الواقع اللي احنا عايشين فيه. قصه القناعه، ان انا اقنع المريض الذهاني بان اللي عنده ده غلط، بنعملها، بس لازم يكون تحت تأثير أدوية، لعلها أدوية كتيرة مش قليلة، علشان نقدر نسيطر الأول على حجم الأعراض الكبير، وبعدين بنقلل شوية شوية الدواء لحد ما يمشي على مينتننس لما بنوصل لأعلى درجات التحسن. شكرا جزيلا لحضراتكم، شفانا الله وإياكم. سلام عليكم.